ايه هو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. هو يوم له مكانة عظيمة في التاريخ الإسلامي. فيه نجى الله سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون، فصاموا سيدنا موسى شكرا لله. ولما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة لقى اليهود بيصوموه، فقال نحن أحق بموسى منهم، فصاموا وأمر بصيامه. هو يوم نجاة، يوم نصرة الحق على الباطل. فهو مش بس ذكرى تاريخية، ده درس إيماني في الثقة بالله والثبات على الحق حتى لو الطريق صعب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني صيام يوم واحد يمسح ذنوب سنة كاملة. وفي 3 مراتب صيام عاشوراء. أول حاجة وأفضلها صيام يوم قبله ويوم بعده، يعني تسوع وعاشوراء وال11، ثم صيام التاسع والعاشر فقط، ثم صيام يوم عاشوراء وحده وهو جائز وليه الأجر. واللي حصل مع سيدنا موسى مش مجرد تاريخ، ده رسالة لينا احنا كمان. سيدنا موسى ما كانش معاه جيش ولا سلاح، كان معاه إيمان قوي، إيمان خلاه يقول كلا إن معي يا ربي سيهدين. قوة الإيمان مش بس في الكلام، لكن في اللحظة اللي كل شيء بيقولك مفيش أمل وانت تقول أنا واثق في ربنا. قوة الإيمان هي اللي بتخليك تمشي في البحر وانت مش شايف غير الموج، لكن قلبك شايف النجاة.